أرحم الراحمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه على كل شيء قدير. حقيقة ونحن في أول أيام وليالي شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي هو فرصة العمر. رمضان فرصة العمر التي قد لا تتكرر. رمضان هو شهر البر والجود والكرم والإحسان. رمضان هو شهر الطاعة، شهر العبادة، شهر صفاء الروح. رمضان موسم للخيرات، فعلى الواحد منا أن يغتنم هذا الشهر الكريم، وأن يغتنم كل أيامه وكل لياليه وكل دقيقة فيه يغتنمها بما يعود عليه بالنفع. فنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه كان إذا دخل عليهم شهر رمضان كان يقول للصحابة الكرام: لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا. من أدى فيه فريضة يكون له من الأجر كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة تطوعا يكون له من الأجر كمن أدى فريضة في غير رمضان. شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، جزاؤه الجنة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو شهر يعني فرصة لأن يعتق فيه الإنسان من النيران، فورد في الحديث: إن لله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فإذا كانت آخر ليلة من رمضان يعتق الله فيها مثل ما أعتق طوال الشهر. فضل الله واسع، فضل الله كبير، فعلينا أن نتعرض لرحمات الله تبارك وتعالى. فلقد ورد في الحديث: ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها عسى أن تصيب أحدكم نفحة، يعني نفحة خير ورحمة وبركة. عسى أن ينظر الله إلينا نظرة رحمة يرضى بها عنا ويرحمنا ويسترنا سبحانه وتعالى، فيتغير الحال ويتبدل الحال بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالرحمة والغفران في شهر رمضان. فلذلك من الوصايا الرمضانية التي ينبغي المحافظة عليها والتي ينبغي يعني أن ننتبه لها جيدا المحافظة على الإيمان والإسلام. لماذا؟ لأن الإيمان، ومعنى الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ومعنى الإيمان بالله يعني الإنسان أن يعبد الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد اعتقادا لا يخالطه أدنى شك أن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى شيء من خلقه. خلق كل المخلوقات، ربنا قال: وخلق كل شيء، فهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ولا يشبه شيئا من خلقه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فالإيمان هو شرط لقبول الأعمال، حتى يقبل العمل من الإنسان، حتى يكون العمل مقبولا عند الله، يعني يثاب صاحبه عليه. ليشترط له الإيمان أن يكون الإيمان صحيحا، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: ومن يعمل من الصالحات